سمعنا عن البط بالبرتقان والبرتقان بالجزر نعمله مهلبية او عصير، انما برتقان ادخله في رنجة جديدة. بس بصراحة الطعم فظيع. البرتقان البلدي هنا طبعا لا هو حادق ولا مسكر، بيرطب كده وانتي بتاكلي الرنجة وبيدي طعم. بصي بينقل سلطة الرنجة في حتة تانية خالص. دي سلطة رنجة اللي انتوا شايفينها مش حاجة حلوة. فرشتي كده المفرش بتاعي والقطعة بتاعتي غلفتها بالورق الأزاز، وهما طبقين خضار زي ما انتي شايفة، واحد سلطة خضراء والتاني حلقات البرتقان وبشرت جزر وخدت كده الخس الكابوتشا. بس الورق الحلب يعني ايه، الورقة على بعضها زي ما هي. وهقولك ده هنعمل بيه ايه، ده هنظبط بيه الطبق بتاعنا. الكيلو عمل لي 3 رنجات، انا هاخد معايا في الطبق ده هعمل وحدتين بالظبط، سمكتين، والتالتة هشيلها. بس تعالي الاول اوريكي ازاي بنضفها قبل ما ارجعلك لمكونات طبق السلطة الخضراء. بشيل الراس، بشيل الديل، وباجي من عند الظهر الجزء اللي من ورا اللي بيبقى فيه الشوك، بروح قصاه كده بالسكينة او بالمقص، وابدا اسحب القشره حته حته كده بالراحه. هتلاقيها جرت وكرت معاكي وراحت طالعه بالكامل. يبقى انت كده شفيناها زي ما بنقول، او شلنا الجلد الخارجي. وبعد كده ابدا افتحها، اطلع البطروخ كده بيبقى فيه زي عرق كده او حاجه، بنروح شايلينه. اي وساخه على البطروخ بتروحي شايلاها. وامسكي بقى بمجرد ما هتفتحي السمكه لنصين هتلاقي الشوكه بالكامل. بصي بفتحها من الظهر، الشوكه بالكامل هتروح طالعه معايا حته واحده كده. هيبقى سهل تنظيفها بقى. باخد الفلي ده، عباره عن سمك فلي كده خلاص قدامي. ما بتشويهاش يا نهى؟ لا مش بشويها على النار زي الناس ما بتعمل، لان شوي الرنجة بيعطش قوي، ولو هي دلعة بتبان الملوحة اللي فيها، يعني الملح بيبدأ طعمه يظهر. وبسكينة كده ابدأ اشيل الزوايد، وهتلاقي الشوك بقى انتي شيلتي خلاص من الظهر الشوك كامل كله، اللي هو الشوك الحي اللي ممكن يعور او يتعب، ده خلاص طلعت السلسلة بالكامل. بيبقى شوك بقى بسيط كده بيتشال كده ممكن وانتي بتقطعيه حتت صغيرة بالسكينة تبدأي تحسي بيها يظهر معاكي. خلاص بقت عبارة عن فلي، هيتقطع ويتركن على جنب. نرجع لطبق السلطة الخضراء اللي انا قلتلك عليه. مكوناته طماطم، فلفل ملون، بصل، ليمون، خيار، خس كابوتشا. طبق سلطة خضراء عادي انتي بتعمليه. وطبعا هنبقى مجهزين طحينة وزيت كمان شوية. بدأت بقى انضف القطاعة بتاعتي اللي انا اصلا مغلفاها. انا ما بحبش اخلي فيه ريحة زفارة خالص، وما بستخدمش غير مقص وسكينة، وهيرجع بعد كده يتنضف. ببدأ امشي صباعي كده على حتة الفلي، اي شوكة بحسها اروح شايلاها بسرعة بس، وبروح مقطعاها كده شرايح طولية، وبعدين قطع صغيرة. انا كده بجهز لطبق سلطة الرنجة. عايزة اقولك فعلا طعمه حلو جدا، هادي يعني، الطعم هادي قوي. يعني اللي ما بيحبش الرنجة كرنجة، او اللي هم دايما بيداروا في التونة في اليوم ده، هيحبوا الاكلة دي. بس وانت بتجيب السمك الرنجة من عند الفسخاني قول له عايزها دلعة ومبطرخة. انا بقى جنبي كده علبة بلاستيك، لو انا حتى مش هعمل السلطة دي في وقتها هقطعها شرايح. العلبة اللي انتوا شايفينها دي ببقى جايبة فيها جبن او حاجة، وممكن تشتريهم بيتباعوا كده لوحدهم. بحط فيها زيت وليمون واجهزها واشيلها كده. عايزة اكلها شرايح فيليه تمام، عايزة اعملها سلطة رنجة يلا بالشكل اللي انا بوريهولك ده. تنظيف الرنجة بالطريقة دي ما بياخدش وقت خالص ولا مجهود. المهم بس وانتي بتتفرجي دلوقتي كده ما تنسيش تعملي لحبايبك شير، وتعملي لي انا لايك، وعبري لي ولو بكومنت حتى لو نقطة صغيرة، لان الاشعارات ما بقتش توصل للأسف للمتابعين علشان يوصل لكم كل جديد. ولو ما كنتوش اشتركتوا على صفحة مطبخ نهى تقدروا تعملوا لايك وتشتركوا في الصفحة. اخدت السمكتين قطعتهم مربعات صغيرين، دول اللي انا هعملهم سلطة. وفي سمكة بقى مع البطارخ حطيتها في العلبة، عليها كده ليمونة وشوية زيت، وعشان ما تعمليش ريحة خالص، هي طبعا ملهاش ريحة، متنضفة كويس كيس جوه كيس وتدخل على الفريزر. وهاجي بقى امسك دي الرنجة اللي هعملها سلطة. غيرت المفرش بقى، احط مفرش نضيف. وادي بقى طبق السلطة الخضراء بتاعي. طبعا فكرة البصل اللي موجودة جواه هتغنيكي انك تاكلي بصل جنبه. بحط شوية طحينة كده بتاع معلقتين كبار حلوين، شوية زيت، ليمونتين كبار قوي كانوا عندي،
ورحت ايه شوية كزبرة ناشفة وكمون، ما ببهرش باكتر من كده. وهديها شوية مية كده عشان اكني بعمل طحينة، اكني بعمل سلطة طحينة. هتشوفي السمك اللي انا عايزاه، ده السمك اللي انا عايزاه. احط بقى السمك واحط طبق الخضار اللي انتي شايفاه قدامك ده بالكامل، واجهز بقى السيرفيز اللي انا هاخده لحبايبي. اخدت كده ورقتين خاص كبار بحالتهم مغسولين كويس، حطيتهم، رحت رصه شرايح البرتقال، وحطيت في النص الايه السلطه بتاعتي، وزوقتها بشويه الجزر المبشور من على الوش، وهي كده جاهزه للتقديم. سلام عليكم.